بسم الله الرحمن الرحيم. اولا اود شكر الاخ ابراهيم والاخ ايوب على التتبع ديالهم المجال الرياضي والدوريات بصفه عامه. مشكوره جمعيه شباب الخير على تنظيم هذا الدوري اللي تقام بنجاح. بكل صراحه كان حفل كروي اليوم بشكل جيد اللي شفنا فيه طاقات مستقبليه بالنسبه للمنطقه. اظن على ان النقطه اللي فاضت الكاس بالنسبه لي انا ما جيتش باش نتابع المباراه، فعلا جيت باش نستمتع، لكن بكل صراحه بحكم ان المنطقه كبيره وعطات العديد من اللاعبين ومن خيره اللاعبين هنا بمدينه حد السوالم، فمن العيب والعار على اننا نشوفوا لاعبين في هذا الوزن هذا تيلعبوا في واحد الارضيه اللي غير لائقه لكره القدم. اظن ما عليا الا انني نوجه رساله بالنسبه للمسؤولين في هذا الاستجواب ديالي، ونتمنى على ان تكون الاذان صاغيه ان شاء الله مستقبلا باش تحتضن هذه الفئات اللي بكل صراحه اللي عندنا طاقات اللي قادره تعطي في المجال الرياضي مستقبلا. فما يحز في نفسي بكل صراحه هو عدم وجود ملعب بالمنطقه، فبكل صراحه غادي يؤدي بالشباب المنطقه الى بكل سيغردون خارج الصرب مستقبلا. اظن على ان اليوم جات المناسبه على باش نتكلم وانا كنلح دائما على الناس ديال المنطقه ولا الناس المسؤولين اللي في المنطقه على انهم يواكبوا في اقرب وقت ويديروا اليد في اليد من اجل انهم يعطونا واحد الملعب بخصوص هذا الشباب اللي بكل صراحه اللي جايين في المستقبل على انهم باش ما يضيعوش. وشكرا للجميع وشكرا مره اخرى لجمعيه شباب الخير على تنظيم هذا الدوري وانجاحه، ونتمنى الناس المسؤولين ان شاء الله مستقبلا على انهم يبادروا في تجهيز ملعب بالنسبه للمنطقه. وشكرا للجميع.